الحقيقة. لماذا تركنا الإسلام؟ سأبدأ أولا لأنه في لحد الآن في بعض أصحاب الدينايل، يعني أصحاب الإنكار، في مؤسسة بحثية أو شبكة بحثية اسمها البارومتر العربي. البارومتر العربي في 2019 نشروا الآتي، ممكن أن نقرأ. قال لك إنه نسبة العرب الذين يصفون أنفسهم بأنهم ليسوا بمتدينين زادت 13% من سنة 2013 التي كانت 8%. وتقول بأن هذا يتضمن تقريبا نصف الشبان في تونس، ثلث الشبان في ليبيا، ربع الشبان أو الشابات في الجزائر، خمس يعني حوالي 20% من الشباب في مصر، وأيضا تقول يعني نصف العراقيين قالوا عن أنفسهم بأنهم متدينون، وده كان زيادة في العراق، كان يعني استثناء. أما الذين يذهبون لصلاة الجمعة فتقريبا نزل بالنصف ل 33%، يمكن كان قبل ذلك بحسب إحصائياتهم و يعني استطلاعات الرأي كان 66%، فنزل بالنص، يعني نص الناس بين تقريبا في 5 سنوات أو أكثر شوية صاروا لا يذهبون لصلاة الجمعة. حالة تغيير رهيبة في العالم العربي والإسلام، وده 2019، 3 سنوات بعد ذلك نقوم بهذه الحلقة. وأيضا نقلت عنها الإيكونوميست، يعني نرى هنا رسم بياني يمكن أن أعرضه بكل وضوح لكم، أن يعني أعداد اللادينيين الذين يقولون بأنهم غير متدينين يعني زادت بعد ما كانت 20% في تونس، زادت هذا الأزرق في 2012 2014، البني ده في 2018 2019. تلاحظ أنه في ليبيا زاد، في الجزائر زاد، في لبنان شوية، في مصر زاد، في العراق تقريبا فضل تقريبا نفس الشيء، وهكذا. يعني نحن نتحدث أن هناك زيادات في عدد الذين يقولون بأنهم صاروا غير متدينين. أيضا كانت الجارديان في 2015 تحدثت عن فقدان الدين عن حتى الجاليات في بريطانيا، الجاليات الإسلامية. يعني دي ظاهرة منتشرة. وليه أنا تكلمت عن العالم الذي يسمى العالم العربي في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، هذا يحصل أيضا في الخارج. الجاليات في بريطانيا الكثيرون فقدوا إيمانهم الإسلامي، ويتعرضون أيضا للتهديد والضغط، بل والتهديد بالقتل بناء على حد الردة. وده ممكن تشوفوا هذا المقال على الجارديان. دوتشي فيل في يعني 2021 تحدثت عن يعني تحدثت عن ازاي انه يعني العرب او الميدل ايست، الشرق الاوسط شمال افريقيا، بيفقدوا دينهم او يفقدوا تدينهم. واعطت مثال رائع او احصائيه رسم بياني، انه مثلا في ايران زاد عدد الذين تحولوا من متدينين الى غير متدينين 47%، ده تقريبا نص في ايران. وايران احنا بتتحدث على الاقل على 80 مليون شخص يعني. فانت لما تقول انه 47% من الايرانيين تحولوا من متدينين الى غير متدينين، انت بتتحدث عن نصف الساكنه. ولما ندقق في هذه النسبه بين يعني سن 20 و29 هي عاليه جدا، وفي 30 39 اقل منها شويه، وهكذا. اذا نحن نتحدث عن ظاهره عامة في عند السنة، عند الشيعة، في داخل العالم الإسلامي، خارج العالم الإسلامي. في إيران 59% من الناس لا يصلون إطلاقا.
ممكن تحطهم يعني 60% ممكن تحطهم في تعداد التاركين أو تاركي الصلاة. وهذه النسبة بتزيد. فإذا ظاهرة ترك الإسلام لمن ينكر هي موجودة وملاحظة، وبتشوفها في السوشيال ميديا، وترصدها الإحصائيات، وترصدها مراكز البحث، وسأتحدث عنها بتفصيل. لماذا تركنا الإسلام؟ من خلال تجربتي الشخصية، من خلال تعاملاتي، من خلال الاستجوابات التي قمت بها، من خلال الانتراكشنز، يعني التفاعل مع الكثير من تاركي الإسلام، أستطيع أن ألخصها في الآتي، في الأمور الآتية. شخصية محمد بكل ما يتعلق بها، كل ما يتعلق بها، مشاكل أخلاقية، مشاكل عنف، مشاكل استخدام الله لخدمة شهواته، مشاكل الغزو، مشاكل السبي، مشاكل كل هذا يتعلق بشخصية محمد وسيرته. واحدة من الأسباب التي تدعو الناس لترك الإسلام لأنهم لا يكونون مطلعين عليها بالتفصيل. نأخذ الإسلام هنا وهناك مقتطفات، لكن حين نكتشف بالتفصيل تحصل نوع من الصدمة، والسوشيال ميديا قد ساهمت في هذا الأمر، وكذلك الفضائيات. لما نعلم تاريخ الإسلام، ليس فقط شخصية محمد، ما وقع بعد موت محمد والصحابة، والصراع السني الشيعي والخلافة، واستخدام الخلفاء للدين، وصراعهم مع بعض، وقتالهم فيما بينهم، تاريخ الإسلام الدموي العنيف، واستخدامهم للدين واحد ضد الآخر، وكبار الصحابة المشهود لهم بأنهم العشر المبشرون بالجنة مثلا. كل هؤلاء يدخل في إطار تاريخ الإسلام. التعارض مع العلم واحد من الأسباب الذي رأيت أنه يذكر كثيرا، سواء النجوم رجم للشياطين، أو الجبال، قضية الجبال، أو قضية تكون الجنين، وإلى آخره إلى آخره. كل هذه الأمور هي تدخل في التعارض مع العلم. ثم التعاليم الإسلامية بصفة عامة، يعني التعاليم التي أتى بها الإسلام إذا فحصناها، بعضها مأخوذ من ما يطلق عليه الجاهلية، بعضها لا يصلح للوقت المعاصر، لا يصلح لليوم. تعاليم بخصوص المعاملات، تعاليم بخصوص الحياة اليومية، تعاليم خاصة حتى بالنظافة، إلى آخره إلى آخره. كل هذه الأمور تدخل في التعاليم الإسلامية. ثم قضية العنف في الإسلام، الغزو الذي كان منذ عهد محمد، ثم تلاه بعد ذلك في الصحابة، ثم استمر في الخلافات الإسلامية. العنف في الإسلام المتمثل في حد الردة، في الحرابة، في قطع اليد، في الجلد، في كل هذه الأمور التي صار المسلمون يخجلون من تطبيقها اليوم بحكم المجتمع الدولي، وليس باجتهاد من علمائهم وشيوخهم. لم يخرجوا لنا بهذا الأمر، بل اضطروا إلى وقفه. السبي أيضا، فرض الجزية، غزو، جهاد الطلب، كل هذا يدخل في إطار العنف في الإسلام. ثم قضايا المرأة، الأمور المتعلقة ب حقوق المرأة، بحرية المرأة، لباس المرأة، تشبيه المرأة، كل هذه الأمور هي متعلقة بقضايا المرأة. الميراث، وصف المرأة بأنها شيطان، الضلع الأعوج، أهل النار، أكثر أهل النار، تقطع الصلاة، كل هذه الأمور تدخل في قضايا المرأة. ثم قضايا الأقليات، معاملة اليهود، معاملة المسيحيين، أهل الذمة كما يسمونهم، أنه دم الكافر لا يساوي دم المسلم، دية الكافر لا تساوي دية المسلم. كل هذه الأمور تدعو أيضا للتساؤل. فيمكن تلخيص أسباب ترك الإسلام المتعلقة بالإسلام نفسه في هذه الست سبع نقاط التي ذكرت.